كيف الحال؟ قلت الحال طيب. قلت من؟ قال أخ عند أهلك عطية. قلت ما عندي إخوان إلا غريب. قال لا عندك لكن صبرك علي. قلت له من وين؟ قالوا ما تخفى محدثك من دولة إسلامية. قلت حي الله للدين المزيف بعصرنا هذا بعصر الجاهلية. قلت آمر. قال ما يامرك ظالم، ما أبي إلا استماعك لي شوية. قلت له أرقام هاتفك من أوروبا. قال من لندن وصولي فارسية. قلت آمر. قال عندي لك هدايا والهدايا ما نبي منها جزية. قلت وش هي؟ قال 2,000,000 لكن قبلها 1,000,000 عربون العطية. قلت بالدرهم وضحك بصوت هادي. قال بالدولار يا زبن المنية. قلت كيف؟ وقال لي تحويل بنكي. قلت تم طيب قلب وطيب نية. قال لكن عقب تنفيذ اتفاقي والأدلة قبل تنفيذك خفية. قلت ليه وكيف والوين ولماذا؟ قال بعلمك بأسرار القضية. قلت وش هي؟ قال أنت إنسان مسلم. قلت أحمد الله من فضل ربي علي. قال تبغى تدخل الجنة بسرعة. قلت كيف إن كانت سنيني مدية؟ قال بيكلمك واحد من فرنسا بيرسل أغراضك مع بنت أجنبية، قنبلة دمار لك وحزام ناسف، وانت اختر ما تشاء من ذي وذيه، واحتزم بحزامك القاتل ورحبه لي مسجد فيه جمع نفوس حيه، وفجره وادخل على الفردوس سيده دون ذنب ودون جرم ودون سيه. قلت هذا انتحار وقتل أنفس والجهنم راح ترمي بي خطية. قال طيب حل ثاني. قلت وش هو؟ قال لكن هل لديك المقدرية؟ قلت عندي بس علمني وعجل من فضول وفي خفوقي نار حية. قال تذبح. قلت حاضر ويش بذبح؟ أحسب انه يبغي يذبح له مطية. قال لا تذبح أبوك وتذبح أمك، كان تبغى جنة الله الأبية، وتذبح أخوك إن قدرت، وتذبح أختك كانك من اللي شجاعتهم قوية. قلت كيف أذبح أبوي وتاج راسي وجملة أفضاله علي ما هي شوية، واذبح أمي والنبي وصى عليها وتحت رجليها لي الجنة هدية، واذبح ابن أمي وأبوي وهو عضيدي كان جار الوقت والدنيا علي، واذبح أختي عزوتي من دون زلة وسرتي في قربها أيامي هنية. وكيف أخون العهد بين الله وبيني واشرك بربي وبمحمد نبيه، وكيف أموت وعقب موتي راح تدفع الفلوس اللي تبي ترسل علي، وكيف تبغاني وأنا مسلم مصلي يدخل برجلي للنار ويديه، ما تعرف أني أخاف الله تعالى وأحمد الله واشكر أنعامه علي، وما تعرف أني ولد زايد وزايد عز شعبه لين خلاهم سوية، وما تعرف أني ولد سلمان وأني دون مكة مقدم الحوض المنية، وما تعرف أني لبو سلطان جندي والولا مني لبو ظبي الأبية، وما تعرف أني لبو خالد محمد ابن دون أبوه بصرار وحمية، وما تعرف انها احتوى العز وحواني وان ديه تقود للعليا يديه، وما تعرف اني سعودي كويتي والخليج اليعربي مني وفيه، ومن قطر وعمان واحب المنامه والمنامه والله انها يعربيه، دونها درع الجزيرة وخنوره والعرب من دونها فيات هيا، وما تعرف ان انتصار العرب قادم غصب عن كل الخشوم الفارسية. وبرجع لموضوعك السابق ووضح بعض ما في خاطري لك يا الفعية، ما تعرف النار ربي منزل اللي يذبح أية نفس دا منها برية، وما تعرف ان كل مسلم في البسيطة لي أخو إن كان رجال أو بنية، وما تعرف ان الدواعش جاهلين وانهم عار على كل البرية، وما تعرف انك جبان وشخص كاذب ولا انت مسلم لا ولا نفسك رضية، لو ورا ذا الفعل جنة وانت صادق كانك انت أول من ينال الجزية، لكن القانون والسيف السعودي في انتظار اللي نوافع لك ذيه، وما تعرف انك من كلاب المجوسي تتبع ايران وفعايلها الدنية، واليهود اغووك يا الملعون لانك ما تعرف الدين وافكارك غبية، وما تعرف ان جيت في يوم القيامة في حميم ابليس واللي عاش زيه، وما تعرف ان جنة الله ما تسامى وما تباع شلون تجعلها عطية، وما تعرف ان الجهاد الصح الاول دون بيت القدس يا مال المنية، وما تعرف ان الجهاد بطاعة الله وبر من ربوك وعظامك طرية، وما تعرف ان العرب ما هم فقارة والقلوب بحبها لله غنية، وما تعرف انهم ولو عاشوا جواعا امنهم يكفي عن الثنتين
ذي وما تعرف ان اي واحد يستمع لك جاهل وكافر بخلاق البرية، وما تعرف ان الجهاد البر الاسمى في سبيل الله وبسنة نبيه، وما تعرف ان جنة الفردوس تكرم عن جهادك في قتل نفس برية. قال خايف من الحكومة يسجنونك أو ما تبغى الجنة وروحك تقية. قلت المواطن في كنف عز الحكومة وجنة الله عن وطاء مثلك علية، وقبلها جندي وشرطي في بلادي وفدائي دون بدلة عسكرية. والجهاد المن بغى فعلا يجاهد في اليمن ضد الكلاب الطائفية دون طيبة والحرم وارض العروبة خارجيات الخطر والداخلية. وانزعج مني وهددني وسكر، قلت روح يا جعل روحه دون جيه، ولا حصل لي شيء لكنه فجعني. وضع الأمة في ضحى اليوم وعشية، والمصيبة خوفي ينهي روح غيري من سلال الغدر ولا الجرمنية. وانسلم هذا يا ليته سلم الآخر من شباب المسلمين بذا القضية. واتمنى من عيال آدم وحواء يحذرون ويبعدون من الردية، ولا يهينون الخليج ولا ترابه، هم بغوا يبقون في عيشة هنية. ومن خرج عن أمر حاكمه تردى، صار لقمة في فم أعداءه طرية. وخاتمة الموت عقب اللي سعابه، وبعد ما يشنع على الدنيا مجية بحكم شرع الله والسيف السعودي. والله إني قص راسه كنها حية، مصلحتكم مصلحة نفسي ودي تنقذون أنفسكم بحفظ الوصية. مصلحتكم مصلحة نفسي ودي تنقذون أنفسكم بحفظ الوصية. والسلام ختام والمغزى وصلكم، واعذروني لو حصل مني خطية. الشاعر محمد صالح القحطاني.